بسم الله الرحمن الرحيم. معنا المرشح رقم 29 المايسترو حمادة أبو اليزيد مع شبكة وقائع اليوم الإخبارية. أهلا بك يا مايسترو. اهلا بيك يا فندم. نقدر الله يخليك يا فندم. نسأل الله التوفيق لحضرتك طبعا لأنك من القامات الفنية يا رب. الجميلة و... واللي كل الزملاء حسب ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله فيها الثقة، وربنا يجعلك من أهل الثقة. يا رب. ايه تصريح حضرتك في كل الحالات قبل الفرز بعد الفرز قبل الاستفتاء بعد الاستفتاء في الوضع العام في كثرة اللافتات اللي ما احنا شايفينها؟ هو بس كل واحد حاطط 5000 بوستر 5000 بانر كتير قوي كتير قوي، بقى لنا صورنا مرميه في الارض مرميه على الارض. واللي احنا رصدناه اساسا بالنسبه للي مرمى على الارض في حاجات فيها ايات قرانيه واسماء بتدل على عظمه الديانات بتداس بالرجلين وبالاقدام. فكل دي مظاهر طبعا مرفوضه. بالنسبه للجانب النقابي ايه رؤيتك في المستقبل ليه يا فندم؟ والله احنا بنتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله نقدر نعمل المسيره اللي ما قدرناش نحققها في الاربع سنين اللي فاتوا، اللي كان فيها صراعات وخناقات ومشاكل واقسام وقضايا. فبنتمنى ان احنا نقدر نعمل حاجه نخدم الاعضاء لو ربنا وفقنا يعني، او غيري ربنا يوفقه، ربنا يعمل من يصلح ان هو يقدر يكمل مسيره النقابه ويعمل تنميه موارد ويرفع من المستوى الموسيقي والارتقاء بالفن. ده الارتقاء بالفن ده حسب الماده 9 و8 في قانون النقابات اللي هو ارتقاء باخلاق المهنه. هل ده بيطبق؟ داخلين في جو كله توك توك. تشبيه جميل. هل بيطبق نفس القوانين دي في النقابات ام لا؟ والله بص، كل نقابه والوساطه كل نقابه لها لوائح، يعني ممكن يكون قانون واحد في النقابات الفنيه بتاعتها تمام، انما اللوائح الداخليه بتاعت كل نقابه بتبقى مختلفه. لا احنا عندنا كمان مشكله. ايه؟ احنا عندنا مثلا اقول لك ايه 40 او 43 شوف عدد المحافظات، كل محافظه عندنا فرع تتحمل مسؤوليه، مش فرع واحد زي هنا مثلا الجمهوريه كلها. طبعا انت مش مثلا في نقابه بتتعمل هنا نقابه هنا وهناك بيبقى حاجه صغيره مثلا، لا ده انت كل في نقابات فرعيه وفي لجان هنا الرئيسيه وفي لجان، يعني مسؤوليه كبيره جدا. الله كل مطالبهم بقى مطالب هنا ومطالب هنا، انت مش بتحقق مطالب بلد محافظه واحده يعني. ايه رأي المايسترو حمادة أبو اليزيد فيما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي من حرب قذرة واستهداف؟ بص احنا بقالنا من ساعة الثورة بقى في مباح. هل الناجح دايما بيحارب؟ بص الشجرة مثمرة، لو انت النهارده عايز تاخد من الشجرة مثمرة دي هتحدفها بالطول، يا اما تحاربها تمام عشان تبعد، عشان انت اللي تبقى موجود في الصوره بس. وده بيحصل كتير قوي، وفي ناس بقى بيستغلوهم بقى اللي بيخش. ربنا يثبتك يا رب. في اي تصريح؟ في ناس مغيبه. الناس المغيبه دي كتير قوي بقى، اللي بتتجرأ او بيتم اللي هو مش عارف، هو واحد بينقل له صوره هو ما بيتاكدش، بيهاجمك او بيتكلم عليك بناء على الكلام اللي اتقال، كلام اقوال مرسله مثلا. المأجورين بالمعنى الاصح، يعني ما تقولش مأجورين، يعني اقول لك ايه، مغيبين. لا مأجورين غير مغيبين. مأجورين يعني مثلا ان هم بيغيبوا الناس، في ناس بيتم اساسا دفعها اساسا للاساءه للاخرين. واشمعنى ما قدامهم السنه كلها، اشمعنى جاي عندي الانتخابات وبتسيء للناس؟ استاذ فريد اتفضل يا فندم. الدوله بقى شوف بقى حكايه الفيسبوك والشتايم ده، احنا قامات البلد بتتشتم وتتهاجم على الفيسبوك، دي بقى في مهزله. تمام. يعني الثوره اتقامت بالفيسبوك والمشاكل بتقوم بالفيسبوك، لازم تتراقبوا الحاجات دي وتشوفوا الحاجات دي. من فتره اساسا عرضنا اقتراح برضه. تابعوا. اتفضل يا فندم. لما انا اعمل لك بلاغ على صفحه بتسيء ليا او بتسيء للبلد او بتسيء للاقامه موجوده في البلد، المفروض تتابعها وتشوف الموضوع ده ايه. هو انا اقدر اقول الله يكون في عون وزاره الداخليه مش الاقسام، لان اللي هيخش وزاره الداخليه هيشوف صوره غير المنطبعه داخل الاقسام. بمعنى وزاره الداخليه فيها رخاء جامد، هتاخد حقك تمام، وبالذات في مصلحه الوثائق والمعلومات في الانترنت انا شفت بعناية، انما داخل الاقسام مفيش اهتمامات. انما بالنسبه للوزاره في اهتمام، حاجات سؤال حاجات كده. فالضغط كله بتاع الدوله زي ما حضرتك كلمتني في الفرعيه وفي
الرئيسيه، الضغط بتاع الدوله كله لما هيبقى على الوزاره نفسها صعب. يبقى ايه فايده الاقسام والفرعيات اللي بتمثلهم كوزاره؟ فهي دي نفس المشكله اللي في الهيئات كلها. من وجهه نظرك حلها ايه؟ والله بص أقول لك حاجه، ومن القيادات؟ انت هتاخدني في حته كده. لا 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 لا، ما بنخدش، ما بنخدش، احنا على الشكل العام. بلاش. وصلت المعلومه. ربنا يقويك ويوفقك. انتوا نورتونا. الله يبارك لك، ودايما يا رب موفق، وربنا يبعد عنك كل شر. الله يكرمك، ده واجبنا اتجاه المحترمين. ربنا يخليك، وشبكه وقائع اليوم سعيده بلقاء المايسترو حماده ابو اليزيد. شكرا يا فندم، مع السلامه.